مش هتدفع اي حاجه تاني لحد الاستلام اللي هو كايرو فيستيفال، مول العرب، مول مصر، سيتي ستورز. اكيد مليون في الميه انت رحت مول من المولات دي. تخيل معايا كده لو كان حد فهمك من سنين في بدايه المشاريع دي حجم الارباح اللي انت كان ممكن تحققها بس لمجرد انك تدخل في مشروع من دول. انت متخيل حجم زياده راس المال اللي كان ممكن تحققها لو كنت بس شاركت في مشروع من المشاريع دي؟ طب متخيل الار او اي كان ممكن يوصل معاك لحد كام على مدار سنين تشغيل المشاريع دي؟ بس دلوقتي للاسف صعب جدا انك تقدر تدخل في المشاريع دي او تشتري حاجه فيها. بس انا النهارده جاي اعوضك وجايب لك فرصه ما تتعوضش. اكبر مدينه تجاريه ترفيهيه اداريه طبيه في العاصمه الاداريه، على مساحه 641 الف متر. بنتكلم في 152 ونص فدان. انت ما فيش مقارن ليك، انت اكبر مشروع تجاري ترفيهي اداري طبي موجود في المنطقه. مشروع موجود على الدائري الاوسطي على محور بن زايد الجنوبي. مشروع موجود على بعد من 10 ل 15 دقيقة من التجمع السادس، من جولدن سكوير في التجمع الخامس، من مدينتي، من الرحاب، من المستقبل سيتي. من مشروع بالم هيلز الجديد اللي موجود في الار 4 اللي مساحته 290 فدان. جنبك مشروع لافيستا سيتي 910 فدان فيلات بس. كل ده يوضح لك قد ايه حجم الترافيك اللي هيبقى موجود عندك في المشروع ده غير ان انت الوحيد اللي موجود في المنطقة دي بالحجم ده وبالشكل ده. تعال ندخل في المهم. في 15 نظام للسداد، بس خليني اقول لك على اتنين منهم. بتدفع 40% مقدم وبيرجع لك نص المبلغ المدفوع عائد قبل الاستلام. تعال نتكلم بالارقام. محل تجاري سعره 5 مليون هتدفع مقدم بتاعه 2 مليون اللي هم 40%، هيرجع لك نصهم متقسمين على سنتين. يعني هيرجع لك مليون على سنتين. مش هتدفع اي حاجه تاني لحد الاستلام اللي هو اصلا المقدم اللي انت خدت نصه على مدار سنتين. هتستلم بعد 3 سنين. مشروع انشاءات زي ما انت شايف وصل ل 65%. تعال نشوف مع بعض نظام تاني برضه بالارقام. محل تجاري سعره 5 مليون هتدفع مقدم 20% اللي هو مليون، وبعد سنه هتدفع 10%، وبعد سنتين هتدفع 10% تانيين. هيرجع لك 14% عائد لمده سنتين، يعني 140,000 في السنه. وكل دفعه انت دفعتها اللي هم ال 10% اللي هم بيعادلوا 500,000 هيرجع لك منها برضه عائد 10%. طب ده قبل الاستلام. وبعد ما استلم مش محتاج تعمل اي حاجه، الشركه بتعمل لك كل حاجه وهي اللي بتأجر الوحده اللي انت شاريها وبترجع لك كمان العائد بتاعها. وعائد الايجار بيبدأ من 15% بيوصل ل 22%. ده غير ان في خصم 10% على سعر الوحدات. معاك لحد يوم الخميس بس تلحق الخصم ده. لو مهتم بالتفاصيل تواصل معايا واكيد هساعدك.